صباح الفل. بما ان الموسم منتهي بقاله شوية واحنا عمالين ننزل ونعمل في حلقات بنتكلم فيها عن الموسم اللي فات بشكل عام، فاحنا النهارده هنتكلم عن أسوأ الصفقات اللي حصلت في الموسم اللي فات اللي هو موسم 2022 2023. فقبل ما نبدأ كده يا ريت تنزل تعمل لايك وتشترك معانا في القناة. أول صفقة معانا وهي الصفقة اللي قلبت الدنيا واللي كان ناس كتير جدا مستنيين يشوفوا المستوى اللي هيقدمه بول بوجبا مع يوفنتوس. بول بوجبا كان في مشاكل كتير جدًا بينه وبين نادي مانشستر يونايتد في آخر موسمين، وكان عمّالة تطلع إشاعات وإن هو طالب مبالغ خرافية وخيالية مقابل المجهود اللي ما كانش بيقدّم منه ولا 10% حتى مع الفريق، وكان معظم الموسم يا إما مصاب، يا إما مريّح، يا إما مش عايز يلعب، يا إما كلّه على حسب يعني إيه حالته المزاجية وكل الكلام اللي إحنا عارفينه ده. فبالنسبة للصفقة لمّا حدثت كان فيها حديث كتير جدًا في إنجلترا، وقعدوا بقى يكتبوا بي وبول باك وكل الكلام اللي إحنا بنشوفه من جماهير الكالتشيو الإيطالي، وكانت صفقة منتظر منها كتير جدًا، جدًا، جدًا. والحمد لله كعادة الصفقات اللي بيبقى عليها مشاكل كده ومشاكل في الانتقالات وكل الكلام ده، فبوجبا لعب ماتش واحد بس أساسي مع فريقه الجديد يوفنتوس و10 ماتشات كمشاركات مع الفريق، وفي خلال ال10 مشاركات دي ما قدرش غير إن هو يعمل أسيست واحد بس كان في الدوري الأوروبي بعد خروج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا. تمام، تمام. فدي لعنة كده بتحصل لكل الصفقات، أي صفقة تلاقي إن هو متخانق مع ناديه وعامل لك مشاكل كتير أوي، اعرف إن هو هيفشل. وده اللي يخلّينا نروحوا لتاني صفقة كانت معانا، وتاني خناقة كانت معانا ما بين نادي تشيلسي وما بين على الناحية التانية نادي مانشستر سيتي وكتيبة بيب جوارديولا. ومعروفة طبعًا اللي ما يختارش كَفّة الربحانة اللي هي كَفّة جوارديولا فهو أكيد خسران. والكلام هنا عن كوكوريلا. كوكوريلا كان عليه كلام كتير جدًا بين نادي تشيلسي وبين نادي مانشستر سيتي، وجوارديولا كان عايزه بشكل كبير، واضطر بعديه كحل تاني إن هو يجيب مانويل أكانجي من بروسيا دورتموند، ولكن هدفه الأول كان كوكوريلا، وكوكوريلا اختار إن هو يروح تشيلسي ب60 مليون يورو الموسم اللي فات. عايز أقول لك إن كوكوريلا شارك بشكل أساسي مع تشيلسي، بغض النظر إن موسم تشيلسي كان موسم هابط جدًا ورايح في 60 داهية، غير كمان إن كوكوريلا شارك في 33 مشاركة، وده رقم مش قليل على فكرة، وما قدرش يصنع فيهم ولا يسجل غير هدفين بس صناعة، وحرفيًا أنت يعني لو فكرت كده وراجعت الموسم كله مستحيل تفتكر أي لقطة قام بيها كوكوريلا مع نادي تشيلسي. على الجانب التاني إن هو لو كان اختار الكفة الربحانة اللي هي كفة بيب جوارديولا كان زمانه بطل الدوري الإنجليزي وبطل دوري أبطال أوروبا وهيلعب في كأس العالم للأندية وبنسبة كبيرة جدًا هيبقى بطله، وكان زمانه محقق كل البطولات الممكنة في إنجلترا، ولكن طبعًا أنت عارف إيه، الفلوس بتفرق. وكمالة الكلام بقى بعد مارك كوكوريلا ونكمل اللعيبة اللي مشت من نادي برايتون، وواضح إن هي لعنة بتحصل لكل لاعب بيقرر إن هو يسيب كتيبة برايتون ويروح لأي فريق تاني في الدوري الإنجليزي. والكلام هنا عن المهاجم الصريح نيل موباي. نيل موباي مش هاقول لك إن هو كان بينافس هدافين الدوري كل سنة، ولكنه كان مهاجم potential كويس وكان مهاجم كويس جدًا وبيقدر إن هو يسجل عدد لا بأس به من 9 ل12 جون كل موسم من الأهداف، غير إن هو بيعمل له 5، 6 أسيستات طول الموسم. فمهاجم كويس بيقدّم حاجة بتحب إن الناس تتفرّج عليه، وبرايتون كانت معتمدة عليه إلى حدٍ ما بشكل أساسي. جالك عمنا نادي إيفرتون، كان بيهبط الموسم اللي فات وقال لك أنا لازم أعمل صفقات وأجيب لعيبة تقدر إن هي تضمن لي مراكز يعني في منتصف الجدول كده، أو تضمن لي مركز مريح في الدوري الإنجليزي بحيث إن أنا ما ابقاش في معضلة الهبوط دي. وبرضه فضل في معضلة الهبوط وقرر إن هو يتعاقد مع نيل موبي، وقرر إن هو يعتمد عليه بشكل أساسي، والراجل لعب معاهم 29 مشاركة ما بين أساسي واحتياطي، ما سجلش غير جون وما عملش غير أسيست. واللعيب اللي نادي برايتون كان جايبينه عشان ينقذهم حرفيًا هو اللي محتاج حد ينقذه ويروح أي فريق تاني يرجعه لمستواه. أما رابع صفقة معانا هي داروين نونيز. في ناس كتير جدًا هتختلف معايا وهتقول لأ، داروين نونيز ما نقدرش نعتبروها اللي هي الصفقة الناجحة أوي، ولكن هي مش صفقة فاشلة، ولكن من وجهة نظري أنا لأ، داروين نونيز صفقة فاشلة، وكمية الفرص اللي داروين نونيز ضيّعها الموسم ده لو كانت اتسجلت نصها بس، كنا ممكن نشوفه فريق ليفربول عادي جدًا متأهل من التوب فور وبيلعب دوري أبطال الموسم الجاي، وكان ممكن فريق ليفربول يحسم عدد كبير جدًا من الماتشات في البطولات بتاعة النوك أوت سواء كأس الاتحاد أو كأس إنجلترا أو الدرع الخيرية أو دوري أبطال أوروبا أو أيًا كان. داروين نونيز ضيّع كمية أهداف تقريبًا 3 أضعاف الأهداف اللي سجّلها، وده اللي خلّانا نشوفه إن في آخر الموسم يورجن كلوب ما كانش بيعتمد عليه بأي شكل من الأشكال، على الرغم من إن داروين نونيز شارك 41 مشاركة مع نادي ليفربول، سجّل فيهم 14 هدف وصنع 5 أسيستات بس،
ولكن كان يقدر يسجل مثلًا ممكن نقول 28، 30 جون، وكان يقدر يصنع أكتر من ال5 دول بشكل كبير جدًا. غير كمان إن ما ننساش إن ده اللي قالوا إن هو هينافس راس لراس مع واحد زي إيرلينج هالاند. الراجل في الدوري بس جايب له 37 والّا 38 جون قصاد لعيب جايب 14 جون، على الرغم إن أنت لو شُفت الإحصائيات هتلاقي إن الفُرَص في أول 20 ماتش في البريمير ليج اللي جات لإيرلينج هالاند أقل من الفُرَص اللي جات لداروين نونيز. وخامس صفقة معانا وهي فوتر فيجورست، اللي بعد تألقه في كأس العالم وتسجيله هدفين على منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم، وكاميرا واوا اللي اتشهرت جدًا واللقطة الشهيرة بينه وبين ليونيل ميسي، قرر إيريك تين هاج إن هو يجيب ابن بلده ويتعاقد معاه في مانشستر يونايتد، عشان في النص التاني من الموسم بس مع مانشستر يونايتد يشارك في 33 مشاركة مع الفريق، سواء بشكل أساسي أو شكل احتياطي، يقدر إن هو يسجل فيهم هدفين بس ويصنع جون واحد. على الرغم يا جماعة إن اللعيب اللي إحنا بنتكلموا عليه ده هو مهاجم صريح في فرقة يعتبر ما فيهاش مهاجم صريح من بعد رحيل كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي. فطبعًا إيه، صفقة فاشلة زي إخواتها، ونخشوا ونكمّلوا في طريقنا في الدوري الإنجليزي، ونخشوا على الصفقة اللي بعديها معانا وهو ريتشارلسون. ريتشارلسون اللي مشى من إيفرتون وتوتنهام اختارت بقيادة كونتي إن هي تتعاقد معاه، وإن هو هيكون خليفة هاري كين، خصوصًا إن في مشاكل كتير جدًا على بقاء واستمرارية هاري كين الموسم اللي فات وكمان الموسم ده، وقُلنا إن هو بقى هيشارك معاهم وهيبقى ثلاثية ما بين هاري كين وسون وريتشا وهيحقق أرقام والكلام ده كله بلا بلا بلا. كل اللي شفناه من ريتشارلسون إن هو شارك في عدد كبير جدًا من الماتشات بمجموع مشاركات 35 مشاركة. إيه بقى اللي ريتشارلسون قدّمه مع نادي توتنهام؟ كل اللي عمله هم 3 أجوان و3 أسيستات. وعلى فكرة يا جماعة كل الأرقام اللي أنا باقولها على كل الصفقات دي مش في الدوري، ده في كل البطولات. في كل البطولات أمّا أنت تجيب مهاجم تعتمد عليه يسجل لك 3 أجوان و3 أسيستات، يا راجل ده أنت في 4 ماتشات بس في كأس العالم سجلت مع البرازيل 3 أهداف زي اللي أنت سجلتهم في الموسم كله مع توتنهام، لدرجة إن برضه زي ما قُلنا على باقي الصفقات، باقي المدربين بعد ما كونتي مشي ابتدوا إن هم يقللوا الثقة في ريتشارلسون ويعتمدوا على هاري كين وسون زي الأول. آخر صفقة معانا بقى النهارده هو دييجو كوستا، اللي لمّا راح وولفرهامبتون الدنيا اتقلبت، وبقى احتفاليات بكلاب ومش عارف إيه ودييجو كوستا، دييجو كوستا، دييجو كوستا، وقُلنا هنشوفه. مش هاقول لك الولفز هتنافس، ولكن ممكن أقول لك إن قُلنا هنشوفه إن الولفز هيقدر دييجو كوستا إن هو يرفع من شأنها شوية، وهيقدر إن هو يجيب له 10، 15 والّا 18 جون كمان في الدوري الإنجليزي، خصوصًا إن اللعب كله هيبقى مُنصَب عليه، وده بسبب انحدار كبير جدًا في مستوى راؤول خيمينيز النجم الأول لنادي ولفرهامبتون في خط الهجوم. بس كل اللي شفناه إيه؟ ولا أي حاجة، فيستك. دييجو كوستا في 22 مشاركة مع نادي وولفرهامبتون في كل البطولات قدر يسجل هدف وحيد. الهدف ده ممكن دييجو كوستا كان بيسجله في النص الأول يعني من الماتش الأول في الموسم مع أي فريق يلعب فيه، أول ماتش كان بيجيب له جونين وممكن هاتريك كمان، فإن أنت تسجل هدف واحد في موسم كامل دي كارثة، وأنا بانصح دييجو كوستا بالاعتزال الصراحة. اتكلمنا كتير أوي بقى في إنجلترا، يالّا بينا نطلعوا برّه شوية. الصفقة الجاية معانا واللي أنا باعتبرها صفقة فاشلة وإن اللعيب ده قلل كتير جدًا من قيمته وهو ساديو ماني. هتقول لي هو ساديو ماني صفقته مع بايرن ميونخ فاشلة؟ هاقول لك فاشلة جدًا. الراجل ده كان بينافس دايمًا على الهدافين مع نادي ليفربول، برغم إن في هداف للدوري في آخر 5 سنين 3 مرات منهم هو محمد صلاح معاه في الفريق، وكان كل موسم بيطلع له ساعات بفوق ال20 جون وفوق ال15 جون، غير عدد الأسيستات الكبير اللي بيحققه. لمّا أنت المفروض إن أنت رُحت في فريق أنت هتبقى نجمه خصوصًا بعد رحيل روبرت ليفاندوسكي، وأنت نجم بايرن ميونخ، وما فيش مهاجم غير تشوبو مواتينج، وتقدّم الأرقام دي، فدي حاجة الصراحة في منتهى الضحك. وده معناه إن ساديو ماني حرفيًا مش عارف يتأقلم مع الكتيبة البافارية ببايرن ميونخ. أمّا تلاقي إن واحد زي ساديو ماني أصلًا في الموسم كله شارك 37 مشاركة بس مع بايرن ميونخ فدي كارثة، ولمّا تلاقيه في ال37 مشاركة دول في كل البطولات قدر إن هو يسجل 11 جون بس و3 أسيستات فدي كارثة أكبر. يعني هم ال11 جون دول ساديو ماني كان بيسجل أكتر منهم ب5، 6 أجوان في الدوري الإنجليزي بس، غير باقي بقى البطولات مع ليفربول. فأنا من وجهة نظري شايف إن دي صفقة فاشلة، وشايف إن ماني يا إما هيكمّل مع بايرن وهيضمن مكان أساسي في الفريق، يا إما يروح أي فريق تاني يقدر إن هو يقدّم فيه شكل أفضل من اللي إحنا بنشوفه ده. أمّا آخر صفقة هنتكلم عليها النهارده وهي برضه صفقة مشيت من ليفربول وهو أوريجي. أوريجي اللي كل الناس كانت بتقول وأنا واحد منهم الصراحة مش هاكذب يعني أو هاقول الناس بس اللي كانت بتقول، وأنا بقى كان عندي نظرة خرافية وكنت شايف إن اللعيب ده مش عارف إيه. لا، لا، لأ،
كل الناس كانت بتقول إن إحنا عايزين نشوفوا ديفوك أوريجي بيلعب بشكل أساسي وقادر إن هو يشارك مع فريقه بشكل أساسي، ونقدر نستفاد ونعرف إيه الإمكانيات اللي بيمتلكها اللعيب ده، اللي كل ما ينزل مع ليفربول من الدكة يجيب له جونين، يجيب له جونين، يعمل ريمونتادا على برشلونة في معجزة، يجيب جون المكسب أو ضمان المكسب في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019. كلنا كنا عايزين نشوفوا المهاجم ده بيلعب بشكل أساسي. فجالك نادي اي سي ميلان وقال لك يا سيدي انا هحقق لك الامنيه، تعالى يا اوريجي وتعالى هتلعب بشكل اساسي. وابراهيموفيتش كده كده مصاب اغلب الموسم او كل الموسم حرفيا، وجيرو تقدر ان انت تفتك منه الاساسيه او انتوا الاثنين تتنافسوا عليها. وجالك عمنا اوريجي ولعب 37 مشاركه مع نادي اي سي ميلان ما بين اساسي وما بين احتياطي. ومش هقول لك ان اغلبهم اساسي، لا، اغلب مشاركات اوريجي كانت احتياطي، بس الناس عايزين يشوفوا يعني ادينا اماره عشان نلعبك. والاماره فعلا بانت. الراجل في 37 مشاركه يا جماعه سجل هدفين بس، هدفين وعمل له اسيست. فحرفيا يورجن كلوب كان عنده حق، ونادي ليفربول طلع عنده حق، واللعيب ده الصراحه لعيب دكه وهو ما ينفعش يفارق الدكه. وكل اللي انت تقدر تعتمد عليه فيه ماتش مهاجمك مصاب، ماتش مش عارف ايه تديهوله كده، اللي هو سجل ما سجلش هي مش فارقه معاك كده كده. وبس كده، دي الصفقات اللي كان عندنا بنتكلم عليها النهارده. لو انت شايف ان في صفقه فشلت بعد انتقالها لناديها الجديد وانا نسيتها، يا ريت تقولها لي في الكومنتات. ولو لسه ما عملتش لايك، يا ريت تعمل لايك، ويا ريت تشترك معانا في القناه عشان يوصلك كل جديد. واشوفك الحلقه الجايه. سلام.